بيبدأ فيلم النهارده سنة 1990، وبيفضل شخص شايل كاميرا وبيلف جوه مكان مليان اوض صفرة، وبيفضل يجري وبنسمع حواليه اصوات همس كأن في حد بيحاول يتواصل معاه، وبيوصل لمكان فيه اجهزة لاسلكي وبيسد الطريق وراه، وبنعرف انه باحث وكان جاي هنا مع المجموعة بتاعته عشان يتفقدوا المكان، بس هو تاه عنهم وبيكلمهم في اللاسلكي وبيعرفهم ان شاف حاجات غريبة كتير في المكان، وهو اول مرة يتعمق كده، وبيطلب منهم يجوا لعنده، وفجأة بيوصل طائر لعنده وبيموت، بس بيقوم وبيطير تاني، وبتبدأ أصوات الهمس اللي حواليه تزيد، فبيتحرك تاني بسرعة وبيسمع صوت قفل باب، وبيشوف خيال بيجري وراه، فبيطلع يجري بسرعة لحد ما بيدخل أوضة مش بيكون فيها غير باب واحد ومش بيفتح، ولما بيحاول يرجع تاني بيظهر وحش وبيخلص عليه، وبنروح لطفلة اسمها ماري وبتكون واقفة مع أمها، وبيسيبوا أثر إيديهم قدام البيت، وبتظهر ماري وهي واقفة قدام البيت بعد ما كبرت، وبيكونوا هيهدوه عشان يبنوا مكانه مجمع سكني، وبنعرف إن ماري طبيبة نفسية، وبيظهر كلارك وبيكون مريض عندها بعد ما مر بحاجات كتير في حياته خلته متدمر نفسيا، زي إن جوازه فشل وكمان ما قدرش يبقى مهندس زي ما كان عايز، وحتى المعرض بتاعه مش شغال ومفيش زباين بتروح، وبعد فترة من جلساته مع ماري بتقدر تحلل شخصيته، وبنعرف انه من ساعة ما كان صغير وهو بيبعد الناس عنه لانه فاكرهم هيأذوه، وكبر وهو عنده نفس الاعتقاد، فبيقول لها كلارك انا عندي موظفين وزباين بتعامل معاهم عادي، فبتقول له ماري انا مش بقول عليك انك لوحدك، انا بقول انك وحيد، وبتطلب منه يتخيلها باربرا، ودي بتكون زوجته واللي اتخانقت معاه وطردته من البيت، وماري بتكون عايزه تعيد نفس الليله اللي اتطرد فيها عشان يخرج غضبه عليها يمكن يهدى، فبيعرفها كلارك انه كان راجع من الشغل متاخر وسكران، وبالغلط وقع كوبايه في المطبخ واتكسرت، ومراته صحيت واتخانقت معاه وقالت له انه طول الوقت بره البيت، ولما بيرجع بيكون سكران ومش فايق، فبيتعصب عليها كلارك وبيعرفها انه بيشتغل ليل ونهار عشان يحوش فلوس، لانها عايزه تخلف والخلفه محتاجه مصاريف، وانها فاكره نفسها لسه في العشرينات وبتدرس حقوق وهو اللي بيصرف عليها، وكمان لو خلفه هي تروح تجرب تشتغل وهو اللي المفروض يخلي باله من الطفل، وبتلاحظ ماري ان كلارك شايف نفسه ما عملش حاجه وحاطط اللوم كله على باربرا زوجته، وبيرجع على معرض الاساس بتاعه بيكون اساس على شكل سفن القراصنه والعصر العثماني، وبيبدا يصور اعلانات عن المكان، وبيكون متنكر في زي قرصان، بس لما بيجي يقعد على كرسي بيتكسر، وبيطلب من بوب وكات يبطلوا تصوير، وبيكونوا دول اللي بيساعدوه في المعرض، وبيروح المكتب بتاعه وبيشوف الفواتير اللي متاخره عليه واللي لازم يدفعها، وبيوصل فني الكهرباء لان كلارك بيكون تواصل معاه، وبيعرفوا ان استهلاك الكهرباء عنده اعلى من الطبيعي، وبينزل الفني يلقبه عشان يتفقد المفاتيح، وبيكون كلارك بيشتكي ان الضوء بيفصل وبيشتغل، فبيشوف الفني المفاتيح وبيلاقي ان كل حاجه تمام، بس بيلاحظ ان في 3 مفاتيح محطوطين بشكل عشوائي ومش بيكون عارف ايه وظيفتهم، وبيقول يمكن الفني كان مبتدئ وحطهم كده، وبيروح للدكتوره ماري واللي بتكون قاعده بتتفرج على الاعلانات التحفيزيه بتاعتها واللي بتكون عاملاها للمرضى بتوعها، بس بيبان عليها انها حزينه ومش مبسوطه في حياتها، وبنرجع لكلارك واللي بيكون بايت في المعرض بتاعه كالعاده، بس بيكون قاعد بيتفرج على التلفزيون وفجاه بيفصل، وباقي الانوار بيكون شغاله عادي، وتاني يوم بيكون قاعد بيتفرج على البرنامج المفضل بتاعه، بس فجاه البرنامج بيفصل وبيظهر تسجيل لاوضه صفرا، وبعد كده بيفصل التلفزيون مع اجزاء من المعرض، فبينزل كلارك للقابه وبيبدا يشغل ويفصل في مفاتيح الكهرباء، بس مفيش اي حاجه بتحصل، فبيجرب ال3 مفاتيح فبيفصل الكهرباء عن المكان كله ومش بيرضى يشتغل، وبيلاحظ ضوء خارج من الحيطه لونه اصفر، فبيقرب منه وبيلاقي نفسه اتنقل لبعد تاني، وبيلاقي نسخه من الاساس اللي موجود في المعرض بتاعه، وبيرجع للعالم بتاعه بيكون مخضوض وعنده فضول يفهم اللي بيحصل، وبيرجع تاني عشان يستكشف المكان، والنظره الاولى بتقول انه في متاهه لانه بيكون حواليه اوض صفرا كتير وحاجات كتير عشوائيه ملهاش علاقه ببعض، فبيقرر يتعمق اكتر وبيسمع صوت حد بيتكلم بس مش بيكون فاهم اللغه اللي بيتكلم بيها، فبيكمل ورا الصوت لحد ما بيلاقي واحد واقف في اخر الطرقه، وبيقرب منه بيلاقيه عباره عن مجسم على شكل راجل كهف، وبيفضل ماشي ورا السلك وبيلاقي الكاميرا موجوده في الاوضه، وبيعرف ان في حد بيراقب المكان، وبيكمل استكشاف لحد ما بيوصل لنفق في الحيطه، وبيلاقي شنطه فيها شرايط فيديو وكارنيهات لناس مجهوله، وبيكمل لحد ما بيوصل لاخر النفق، وبيلاقي جزم وشباشب لازقه في الارض، وبيلاقي الكرسي اللي كان قاعد عليه وقت التصوير واتكسر، وبيلمح حد بيعدي من الاوضه اللي كان فيها النفق، وفجاه بيرمي المجسم بتاع رجل الكهف، فبيخاف وبيجري بسرعه وبيزحف ناحيه باب، وبيقدر يفتحه وبيعدي، بيلاقي نفسه اتنقل لمكان تاني، وبيفضل مكمل لحد ما بيوصل للمكان اللي دخل منه، وبيفضل يحسس على الحيطه لحد ما بيلاقي الباب، وبيرجع للعالم بتاعه بس بياخد معاه كرسي عشان ياكد لنفسه ان كل اللي شافه ده حقيقي، وبيروح لمبنى قديم وبيكون في شخص قاعد بيراقب المكان وحواليه شاشات في كل حته، وبعد كام يوم بيروح كلارك للدكتوره ماري وبيبدا يحكي لها عن اللي شافه، وبيعرفها انه لقى بوابه لعالم تاني تحت المعرض بتاعه، وانه مكان كبير ومليان مكاتب زي الشركات بالظبط، بس مهجور ومفيهوش حد، بس ماري بتفضل باصه وساكته، وهو بيفهم كلارك انها شايفه انه مجنون، فبيحاول يهديها وبيفهمها ان اللي بيقوله صح، وانه عامل زي ما يكون حد بيطلب منك ترسم كلب ما شفتوش فترسم قطه،
بس ماري بتكون شايف انه بدأ يتخيل مكان يقعد فيه عشان يهرب من افكاره. بس كلارك بيسيبها وبيروح لعند بوب وكيت وبيطلب منهم يجيبوا الكاميرا ويساعدوه وهو يحسبهم، وكل ده عشان يثبت كلامه. وتاني يوم بيوصلوا لعنده وبيكون كلارك مجهز المعدات اللي هيستخدموها في رحلة الاستكشاف، وبياخدهم لعند الحيطة وبيكونوا فاكرين ان كلارك اتجنن خلاص. وبيعدي كلارك قدامهم وبوب بيكون منبهر على عكس كيت اللي بتكون خايفة، وبيعدي بوب وكيت وراه وبياخدهم كلارك لعند نفق وبيكون عايز يستكشفه، فبيربط بوب بحبل وبيطلب منه ينزل لتحت ويصور اي حاجة هيشوفها، ولو في حاجة حصلت يشد الحبل وهو هيطلعه بسرعة. وكيت بتكون خايفة بس بوب بيكون متحمس وبيطلب منهم لو حصل اي حاجة يعرفوا والدته انه كان بيحبها. وبيبدأ ينزل لحد ما بيوصل لتحت وبيلاقي غسيل متوسخ في كل حتة، وبيبدأ يوصف لهم اللي هو شايفه وبيعرفهم ان الريحة وحشة جدا، وبيتحرك وبيلاحظ ان في بقع دم في كل حتة، بس مش بيقدر يكمل لان الحبل مش بيكون طويل كفاية. بس فجأة بيلاحظ اللي بيتحرك فبيخاف وبيجري بسرعة على النفق وبيطلب منهم يشدوه وبيطلعوه بسرعة على فوق وبيحكي لهم اللي شافه، بس الحبل بيكون لسه فيه جزء منه تحت وبيبدأ يتشد وبوب بيخاف وكلارك وكيت بيحاولوا يساعدوه ويفكوا الحبل، بس مش بيلحقوا وبيتشد لتحت وبينزلوا وراه بسرعة وبيلاقوا دم بوب على الأرض، وكيت بتخاف عليه وبتمشي ورا آثار الدم، وكلارك بيشيل الكاميرا وبيتحرك بسرعة عشان يوصل لكيت لحد ما بيوصل لأوضة فيها شجرة كريسماس ونص راجل، وفجأة بتظهر ست غريبة وبتحاول تهجم عليه، وبنعرف ان المكان ده فيه مخلوقات بتحميه وبيكونوا نوعين، نوع شرس وده لو شافك هيخلص عليك، ونوع تاني مسالم مش بيأذي حد. وبيوصل كلارك لعند حمام سباحة، بس الغريبة ان المكان مش بيكون اصفر، وبيسمع كيت فبيسيب الكاميرا وبيروح عشان يحاول يتواصل معاها، وبتكون شايفاه بس هو مش شايفها، وبيتعرفوا ان قدامها مراية، فبيطلب منها كلارك توصف له لا في قدامها شباك او باب يقدر يوصل لها منه، بس هي بتعرفه ان مفيش اي حاجة. بس فجأة الكاميرا بتتشال وكيت بتصرخ وبتعرفوا ان في حد وراه، وفجأة البث بيفصل وبنرجع للماضي وبنشوف طفولة الدكتورة ماري، وبنعرف انها كانت وحيدة على طول، وان امها كانت بتقنعها ان العالم الخارجي خطير، وكانت بتغطي الشبابيك بجرايد وكانت فاكرة انها كده هتحمي البيت، بس الجرارات بتكسر الباب وبيدمروا البيت، وام ماري بيجيلها حالة نفسية وبتدخل المصحة، وماري بتعاني من اكتئاب حاد، وبتصحى من النوم على فاكس من كلارك بيعرفها انه هيكمل بقية حياته في البعد اللي اكتشفه، فبتقلق عليه خصوصا انه فوت ميعاد الجلسة الأخيرة، وبتتحرك على المعرض بتاعه عشان تطمن عليه، وبتوصل قدام المعرض بتلاقي البريد مرمي قدام الباب والباب بيكون مفتوح، وبتدخل وبتلف في المعرض لحد ما بتوصل للقبو، وبتلاقي كلارك معلم على الباب اللي بيدخل منه للبعد التاني، وبتشوف الرسمة بتاع كلارك اللي كان راسمها للمتاهة ووراها لها بس هي ما صدقتهوش، ووقتها بتقرب من البوابة وبتبدأ تعدي ايديها وبتتمالك قوتها وبتعدي كلها من البوابة، وبتكون مختلفة عن اللي كلارك دخل منها، وبنعرف ان كل فترة المتاهة بتغير الاماكن، وبتبدأ ماري تتحرك وبتحاول تحافظ على هدوءها عشان تلاقي كلارك وترجع بيه، وبتدخل اوضه بيكون عليها رسمه لكائن شيطاني وبيبان ان هو اللي بيحكم المكان، وبتسمع ماري صوت قريب منها فبتنادي، وبيظهر كلارك بس بيكون مختلف وبيبان ان المكان اثر عليه، وبيقرب منها وبيطلب منها توطي صوتها عشان ما يسمعهمش، وفي صوت بيبدا يقرب منهم، وفجاه كلارك بيهجم عليها وبيفقدها الوعي وبيفهمها ان هو بيعمل كده عشان يحميها، وبترجع ماري للماضي وبتفتكر ان امها لما دخلت المصحه سابتها الوحيده في البيت لحد ما اتطبق عليه قرار الازاله بالكامل، بس بيظهر البيت وهو بينزل البعد التاني، وبتفوق ماري بتلاقي كلارك وبيكون رابط ايديها وبيكون معاه شخص ليه 6 عيون وراجل نصه مش موجود وقاعد جنب اباجوره، وست ليها 3 وشوش، وماري بتساله عن اللي بيحصل فبيعرفها ان المكان ده بيحول ذكريات البشر لوحوش مشوهه، وان ست ام شعر احمر دي تبقى زوجته باربرا، وبتترعب لما بتشوف راس كيت في التلاجة، وبيعرفها انه حاول يساعدها بس ما عرفش، وبيعرفها كمان الناس دي ما عندهمش مشاعر، وبيمسك المفك وبيدخله في رقبه الراجل اللي جنبه ومش بيحس بحاجه، وبيعرفها كمان انهم ممكن ياكلوا منهم عادي، وبيبدا يقطع فيه وبيغرف لها، وماري بتكون مرعوبه وبتحاول تفضل هاديه، وكلارك بيطلب منها يعملوا اخر جلسه علاجيه، بس ماري بتقوله نخرج الاول من هنا ونعمل جلسات زي ما انت عايز، بس هو بيرفض وبيقفل النور وبيشغل الاباجوره، وبيرجع لليوم اللي اتخانق فيه مع مراته باربرا، وبيلبس ماري باروكه عشان يظبط الدور، وبيقول لها اسف اني كسرت الكوبايه، وفي الاول ماري بتجريه بس بعد كده بتفقد اعصابها، وبتقول له عارف مراتك سابتك ليه؟ عشان انت مش بتعترف بغلطك وشايف كل اللي حواليك وحشين وانت اللي كويس، ولو شربت تقول اصل بسبب الشغل مع انك فاشل ومش عارف تدخل زبون واحد، فبيسكت كلارك وبيبدا يعيط وبيقول لها انا مش عارف اعمل ايه ومش عايز اتغير وعايز افضل هنا، فبتقول له انا مش عارف اعالجك ولو انت عايز تعيش هنا افضل عادي بس فكني، وبيروح عشان يفكها بس الست ام شعر احمر بتقوم وبتبدا تجري بسرعه، وبيسمع صوت خطوات بتقرب منهم، وفجاه بيظهر وحش كبير على شكل قرصان، وبيتكلم كلارك معاه وبيحاول يهديه، وبيقول له دي الدكتوره بتاعتنا وهي شايفه اننا كويسين واننا مش لازم نتغير،
واحنا لازم نسيبها تمشي. فبيرفعوا لفوق وبيعضوا وبيخلص عليه، والدكتوره بتطلع تجري وبتلاقي مناطق كامله موجوده، وبتدخل بيوت بس الوحش بيفضل لسه مكمل وراها، ولحد ما بتوصل لنسخه من المعرض بتاع كلارك. وبنعرف ان القرصان خلص عليه لانه فاكر انه كده بيحمي الدكتوره، وانه اتكون من ذكريات كلارك. وماري بتجري جوه المعرض بس الوحش بيمسكها، فبيطلع الصخره اللي معاها وبتخلص عليه، وبتكمل هروب لحد ما بتوصل عند مجموعه من الباحثين واللي بيفتكروها وحش في الاول، فبيرشوا عليها غاز عشان تنام، وبيعملوا لها فحوصات لانها بتكون اول بشر يخرج من المكان عايش. وبيروح الدكتور فيل يقعد معاها وبيعرفها انه اكتشفوا البعد ده بالصدفه، وانه دخل اكتر من مره بنفسه ورسم خرائط للمكان، بس للاسف المكان بيتغير بعد فتره. وبيسالها دخلت ازاي، وبيبدا يوريها صور للمعرض وصور لكلارك، وبتحس ماري من اسئلته انها هتفضل هنا ومش هيسيبوها، وبيطلب منها توصف له المكان عامل ازاي. فبتقول له تخيل حد بيرسم كلب ما شافوش، فبيرسم مكانه قطه، وبتظهر نسخه ماري وهي موجوده في البعد التاني. وبكده خلص الفيلم. يلا